أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنبينا محمد وبارك عليه. وبعد، فموضوع الحلقة هو معنى العفو في قول الله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما المقصود بالعفو؟ نذهب أولا إلى المعاجم العربية. لدينا العفو هو المعنى المعروف عند الجميع: عفى الله عن خلقه، أي الصفح وترك عقوبة المستحق، عفى عنه ذنبه وعفى له ذنبه، معجم القاموس الوسيط. كذلك لدينا العفو من المال ما زاد على النفقة، وكثير من المفسرين يذهبون إلى هذا المعنى في تفسير الآية: هو ما زاد على حاجتك، الفائض من المال فأنت تنفق منه. كذلك لدينا قول آخر وهو: العفو هو خيار كل شيء وأجوده، هو خيار كل شيء وأجوده. وهذا هو المعنى الذي أرجحه هنا في هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الطيب والجيد. أما فيما يخص القيمة فقد حددتها الآيتان السابقتان اللتان ذكرناهما في الحلقة الماضية، عند قول الله في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك قول الله في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله قد ترك تقدير النفقة على المنفق، على المسلم كما نلاحظ. كذلك أمرنا ألا نبدر وألا نبخل في نفس الوقت، ألا نبدر وألا نقتر. فأنت لا تبدر بحيث تبقى بلا مال، تبقى ملوما محسورة كما قال، تبقى ملوما محسورة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولا تقول أن الله سوف يخلف عليه، إذا كنت مبدرا فالله لا يخلف عليك، فيجب أن تقدر ما تنفقه في سبيل الله، فلا تبخل ولا تبذر في نفس الوقت. أما قول الله العفو، نعم، فهو يدل على أنه الطيب، ونجد هذا المعنى في العديد من الآيات في كتاب الله. مثلا عند قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كذلك في قول الله في سورة البقرة، وهي الآية الأكثر تفصيلا في هذا المقام، عند قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالله يأمرنا هنا أن ننفق من الطيب مما كسبنا ومما خرجت الأرض، ولا نقصد الخبيث أي الرديء، وننفق منه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشيطان هو الذي يزين لنا أن ننفق من الخبيث وليس من الطيب، حتى لا نفتقر ونحتفظ بالطيب لأنفسنا. نعم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أما الله في حال ما أنفقنا من الطيب، من طيبات ما كسبنا ومما خرج لنا الله من الأرض، الله سوف يخلف علينا. ثم يقول سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالإنسان الحكيم ينفق من الطيب، ينفق مما يحب كما قال الله سبحانه وتعالى، والله سوف يخلف عليه إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصد الرديء والخبيث مما رزقك الله وتتصدق به على الفقراء والمساكين وتترك الطيب لنفسك. نعم، هذه المعاني التي أردت أن أشارك معكم في هذه الحلقة. هذا والله أعلم. اللهم اغفر لنبينا محمد وبارك عليه جميع المؤمنين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم